امتلك قنطار الشطرة وافتقد لدرهم الحظ وسط زخات المطر. ملعب حماد العقربي برادس وبحضور جماهيري كبير كان مسرحا لمواجهة الهلال السوداني ومضيفه النجم الساحلي التونسي في ثالث جولات مجموعات دوري الأبطال المجموعة الثالثة. صافرة الغاني دانيال لاريا أعلنت عن بداية المواجهة. لاعبو الإتوال ومديرهم الفني عماد بن يونس دخلوا المباراة بضغوطات كبيرة من الجماهير تارة، والإعلام تارة أخرى بأن الخسارة تعني الوداع، بينما الهلال لمواصلة الصحوة والوصول لصدارة المجموعة وإبعاد النجم من المنافسة. الكنغولي فلوران إبنينجيا المدير الفني للفرقة الزرقاء دخل المباراة بذات تشكيلة الجولة الماضية، وفي الجانب الآخر عماد بن يونس المدير الفني للإتوال استعاد خدمات حارس مرماه علي الجمل. الفريقان تبادلا الهجمات، لكن الهلال كان الأفضل طوال زمن المباراة. بتمريرة من الغربال انطلق ياسر مزمل وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بهذه الطريقة تصدى لها حارس النجم علي الجمل. الغربال بدوره وجد فرصة كبيرة، وفي لحظة قرار التسديد أرضية الملعب المغمورة بمياه الأمطار كانت لها رأي آخر. فرص الهلال توالت في الشوط الثاني، أبرزها لجان كلود الذي لم يتعامل بدوره بالشكل المطلوب مع الكرة. النتيجة بقيت على حالها، لكن هناك مقولة في عالم الساحرة المستديرة: من يضيع يخسر. انطبقت المقولة على المارد الأزرق تماما، وقبل نهاية الوقت الرسمي بدقيقتين ومن كرة ثابتة للإتوال هياها دفاع الهلال للقادم من الخلف جاك كيمبي الذي سدد كرة استقرت في سقف مرمى الحارس فوفانا، معلنا عن فرحة في المدرجات وفي الوقت ذاته عودة الإتوال للمنافسة مرة أخرى. بالمقابل الحسرة كانت كبيرة لجماهير الأزرق، لأن الفريق كان الأجدر بالنقاط الثلاث، ورددت بعدها: خسارة جولة لا تعني خسارة التنافس لخطف بطاقة العبور للدور القادم، وللجولات بقية.